في صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لفنانة صغيرة شابة من الفنانات اللي بيعملوا مزيكا اسمها موسيقى الاندر جراوند. مش عارف كتير من حضراتكم يمكن ما يعرفوش الموسيقى الاندر جراوند دي منتشرة جدا بين اوساط الشباب والتين ايجرز والمراهقين. يمكن الاجيال الكبيرة ما يعرفوهاش وما يسمعوش يعني ايه اندر جراوند. اندر جراوند يعني تحت الارض، ده المعنى اللفظي. فهو الموضوع ده ابتدى بقاله 10 سنين 15 سنه كده، انه الفنانين اللي عندهم مزيكا مختلفه واللي ما عندهمش فرصه ان هم يوصلوا لشركات انتاج او يعملوا البومات او يشتهروا او يوصلوا للاعلام وبتاع، بيعملوا مزيكتهم بينهم وبين بعض في المترو وفي المحطات وفي ساقية الصاوي وفي البندات وفي الحفلات اللي مش عارف ايه، ويعملوها على اليوتيوب ويعملوها على الفيسبوك وبتاع حاجات من دي. اسمها موسيقى الاندر جراوند. واحده من اهم المطربات اللي في موسيقى الاندر جراوند دي اسمها دينا مسعود. دينا مسعود عملت لفتة او بالاحرى لقطة عملت جدل فظيع، ورغم انها انا رافض اللي هي عملته، بس الحقيقة برضو هقول لكم هي حرة. بصوا عملت ايه دينا. ده تاتو، ده حنة كاتباه على ظهرها. للوهلة الأولى يبان إن ما كاتبة اسم الله، صح؟ لكن الحقيقة لا، ده هي كاتبة استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، يعني خصومتي مع الله. ودي صفحتها وهي اللي منزله الصوره، يعني مش حتى متاخده لها خلسه او كذا، لا ده هي اللي مصوره نفسها كده وهي اللي منزله الصوره بنفسها على صفحتها. فهي يعني احنا مش مختلسين، ده هي اللي منزلاها وبتعرضها في وسائل التواصل الاجتماعي عادي. خصومتي مع الله، استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم، يعني خصومتي مع الله او خصومة قلبي مع الله. هي عايزه تقول انها استغفر الله العظيم لا تؤمن بالله او الحدت او كفر، يعني ايا كانت. انا هنا هرجع اقول لكم، هتقولوا لي يا تامر بقى معقوله التعليق اللي انت قلته من شويه ده هي حره؟ هقول لكم انا هنا عرضت الصوره دي مش عشان اقول لها يا دينا انت غلطانه ولا مش غلطانه، انا ماليش دعوه وحضراتكم مالكوش دعوه. ليه؟ لانه لا اكراه في الدين. انا حر ان انا ابقى مسلم، او حر ان انا ابقى مسيحي، او حر ان انا ابقى يهودي، او حر ان انا ابقى بوذي، او لا قدر الله والعياذ بالله ابقى حر ان انا ابقى ملحد. على فكره نص البشريه، نص العالم لا يعترفون بالله ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هم حرين. حسابهم على مين؟ حسابهم على اللي خلقهم، حسابهم مع ربنا. يوم القيامه لما يجيبهم كده يقول لهم امنتوا بيا دلوقتي، امنتوا بوجودي، امنتوا ان انا موجود وان انا اللي خالقكم وعاملكم، خلاص يوم الحساب مش احنا.